أهلا بكم إليكم آخر وأهم الأخبار. أسفرت قرعة الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 عن وقوع المنتخب القطري في المجموعة الأولى بجانب منتخبات إيران وأوزبكستان والإمارات وقرغيزستان وكوريا الشمالية. أما المجموعة الثانية فضمت 5 منتخبات عربية هي العراق والأردن وعمان وفلسطين والكويت إلى جانب كوريا الجنوبية، في حين جاءت السعودية في المجموعة الثالثة رفقة اليابان وأستراليا والبحرين والصين وإندونيسيا. حجز منتخب فنزويلا مقعده في ربع نهائي كوبا أمريكا بفوزه على المكسيك بهدف دون رد ضمن منافسات المجموعة الثانية. وضمن المجموعة الثانية أيضا أنعش منتخب الإكوادور آماله بالتأهل إلى ربع النهائي بفوزه على جامايكا ب3-1. في أخبار انتقالات اللاعبين، أعلن نادي القادسية السعودي رسميا ضم الدولي الإسباني ناتشو إلى صفوفه قادما من ريال مدريد حتى العام 2026. بات النجم الواعد زكاري ريزاشي ثاني فرنسيا على التوالي يتم اختياره في البطاقة الأولى لدرافت الدوري الأمريكي لكرة السلة. بلغ تشيلي أليخاندرو تابيلو نصف نهائي بطولة مايوركا للتنس بتغلبه على تشيكي ياكوب مانسيك بمجموعتين دون رد. وسيلاقي تابيلو في نصف النهائي الفرنسي جايل مونفيس الفائز على الإسباني روبرتو باوتيستا أغوت بمجموعتين لواحدة. هذا كل ما لدينا، دمتم بخير.